السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بوتفور مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مع 650 جرام زبدة بحد درجة حرارة المطبخ، و250 جرام سكر بودرة، وأربع بيضات، أربعة يعني هناخد الصفار بس ونسيب البياض، وكيلو دقيق، وذرة فانيليا. اللي عايز يكون البوتيفور ناعم قوي ما يحطش بياض خالص، عايزه خشن سنة يحط يعني جزء، يعني لو بيضة واحدة بالبياض بتاعها. لكن اللي بيحب البوتيفور ناعم كده ودايب يحط الصفار بس. هنا اول حاجة هنضرب الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ عشان تتضرب معانا كويس. حطيت الكف الاولاني ما ينفعش، ضربتها بالمضرب عشان تبقى هشة معانا. نفضل نضرب في الزبدة لحد ما يفتح معانا كده، يبقى لونها كريمي زي ما احنا شايفين بقى كده. هننزل بقى بالسكر، نضرب الزبدة وبعدين ننزل عليها بالسكر البودرة، نضربها معاها برضو لحد ما يهيش معانا ويفتح. محدش لايك ينزل يحط اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس. شايفين بقى ضربت السكر والزبدة لحد ما بقى لونه كريم كده، وننزل بقى بالبيض بيضة بيضة زي ما قلت لكم. لو عايزينه ناعم حطوا صفار بس، لو عايزينه في سنة خشونة شوية حطوا صفار مع بيضة او بياض بيضة واحدة بس. هو الافضل ما بيكون بالصفار بس. هنا بقى ضربت البيض كله، هننزل بقى بكمية الدقيق بقى. ممكن ما ياخدش الكيلو كله، حسب نوع كل كمية دقيق. لو انت عايزة تعمليه بالقمع او بالكيس مش هياخد كيلو دقيق، ممكن ياخد كيلو الا ربع دقيق. لو انت هتعمليه بالمكنة زي ما انا هعمل هياخد الكيلو دقيق، لان المكنة غير الكيس. الكيس بيبقى محتاج الزبدة اكتر عشان يبقى خفيف معاك. ونحط ربع معلقة بيكنج باودر. هنقلب بقى كده بالمعلقة كده لحد ما المواد الكافية كده تخلص. شايفين دي عجينة المكنة بتاعة البودفور. لو عايزاها سايب شوية تعمليه بالكيس، تقومي جاية مخففة يعني تحطي كيلو الا ربع دقيق عشان يبقى سهل معاكي في الكيس. هنا بقى عملت كل الكمية اهوت. هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص، او ممكن فوق شوية لو الفرن عندك حامي، لحد ما يحمر معاكي من فوق ومن تحت. هنا بعد ما خرج معايا من الفرن شايفين حلو ازاي؟ كان لسه سخن طبعا، مش عارفة اكسره قوي، بيدوب كده. هنا بقى هنزينه، هنجيب بقى شوكولاتة خام ونسيحها، نحطها في الميكرويف او على حمام بخار، ونسيح الشوكولاتة ونزين بقى. نحط ما بين كل طبقة وطبقة كده شوكولاتة ونغطسها فيها ونحطها. ينشر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد، وشوفوا تعليقاتكم عشان اعرف الفيديو عجبكم. لو عندك بقى كريسبي كده ممكن تحطيها في الشوكولاتة وتحطيها في الكريسبي. انشر لايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكوا كل جديد، وشوفوا تعليقاتكم عشان نعرف ان